او اعملها. فالاول كده ان شاء الله ايه هناخده مقاس التيشيرت. مقاس التيشيرت ان شاء الله هيكون كام؟ 65 سنتي اهو كده. هعمل كده مقاسه 65 وهنا 65. ده عشان مخطط فمساعدنا يعني في الخطوط. هناخد بقى ايه ده كده طول التيشيرت. هناخد بقى ايه الكم. الكم انا بعمله على 61، ف61 ده بيطلع معايا ايه مظبوط وحلو. كده 60 61. انا الكم بايه ده عن مقفول، ده بيطلع لي كمين على اساس ده قماش لكرة بيمط، يعني بيمط اي حاجة تعمليها هيديك الوسع بتاعي كده اهو. هروح عاملاه على ايه، دول هيطلعوا لي كمين بتوع التيشيرتين. انا هاخد كم واحد لهنا وواحد برضو ايه هسيبه هحتاجه ان شاء الله. هنزل بقى ايه، انا عايزه اعمل الكم، هنزل بصبعي 4 كده سنتي واروح عامله علامه، واروح واخده المسطره بتاعتي اروح عاملاها كده اهو عشان احرد الكم 7 كده. واروح طالعه هنا كده سنتي، واروح نازله هنا سنتي، واروح عامله كده 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 اهو، اللي هي حدة الكم، اللي حدة الكم من فوق. هنزل اطلع كده نازله دي تحت كده هنا برضو بتاع 4 صوابع كده، واروح واخده كده. بس ده بقى ما طلعوش لفوق، يا دوبك لغايه المعصم، لغايه المعصم اللي هو هنا كده، عشان فوق يبقى ايه معايا مرتاح. هروح مفتحاه بالمقص ده ايه، خليه وهفتحه دلوقتي بالمقص. هناخد البادي بقى. البادي فيه طريقتين، انا لو عايزاه عن مقفول كده هروح عامله له الحده بتاعته اللي هي حده الخلف كده، واروح نازله 3 سنتي من هنا، واروح عامله ايه الكتف بتاعي كده اهو. عامل الكتف بتاعي وهو برضو ايه مقفول، انا لسه مفتحتش حاجه فيه. اروح انا جايه بقى ايه بالمتر بتاعي عشان اجي اركب اي كم في اي تيشيرت في اي فستان عشان يطلع مظبوط ويتركب معايا صح. هاخد العرض ده كده ايه 12 سنتي او 13 سنتي، اروح نازله حده الجيرو عندي 13 سنتي، اعملها دي كده ايه افتحها كده ايه 13 سنتي، عشان لو ركبته على المقفول كده من غير ما افتحه من غير ما اخيطه خلاص هروح ايه مركبه ده مع ده كده هيتركب ويبقى خلاص. لو انا عايزه افتحه
هفتحه برضو ايه وهيبقى نفس النظام ده كده. انا دلوقتي ايه نقفلها النهارده على المقفول ان شاء الله. لكن لو فتحتيه وعملتيه على المفتوح عادي، يعني لو فتحت شقتي ده وخيطتيه تاني عادي. عندي ده 13 سنتي اللي هو على قد مقاس الكم ده. وانا اول ما اقفل ده وده وحاجه اركب ده هيتركب فيه ايه مظبوط ان شاء الله. ده كده الظهر. هنيجي بقى ايه على الصدر. ده انا لازم ايه احرد دي اكبر شويه. اروح نازله بيها ايه كده لتحت شويه، حفرها لتحت شويه. ده الامام اهو متقور كده الامام، وده الظهر متقور كده، وده الكتفين. وهو على المقفول كده اروح انا مقفله الكم بره عندي واروح مركبه كده هنا، وهيبقى هو ده كده التيشيرت. بعد كده ايه الكولا. اما اجي اعمل الكولا بقى هعمل ايه برضو اي كولا في اي حاجه. انا خلاص حفرتها او قورتها كده، اروح ماسكه المتر بتاعي، اروح واخده كده 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 اهو كده كده. المهم ايه اقيس الكولا دي قد ايه. على قد مقاس الكولا دي اجيب القماش بتاعي واخد مقاسه، وبعد كده اركبه هنا. او جبنا البادي بقى هنقفله على المكنه. ناخد الكتف الاول، نقفل الكتف. الكتف التاني. اهم حاجه نظبطهم كده ايه مع بعض، عشان ده على المقفول مش عايزين اي حاجه تتلوح مننا. اهو ده كده، وبرده كده ده نظبطه، وبعدين ايه نخلط. ما نستعجلش في الخياطه، اهم حاجه نظبط عشان الحاجه تطلع ايه مظبوطه من مره واحده، ولا نقعد نفك ولا نقعد نعدل فيه كده. دول ايه الكتفين. هنيجي ناخد بقى ايه الكمام. انا عشان هو مقفول هنا المفروض اركب الكم وبعد كده ايه ادخله. هنقفل الكم وهنقفل الكم التاني. الكم بقى ايه هنقلبه. هنقلب ده ونقلب التاني مرة. بص الكم واسع ازاي يلبس يعني اي جسم، عشان القماشة بتمط يعني فيها مط. انا خلاص قفلته وهنا مقفول، فحاجة في الحتة دي كده عند الزيرو راح مدخلة الكمام. انا عاملة تبكل للكم اللي هي ايه السبعة اللي احنا ايه بنعمل عليها علامة. السبعة دي هجيبها مع الخياطة بتاعت الكتف. واهو الكم بصي الكم عشان خدنا مقاسه من هنا ومقاسه من هنا طلع قده بالظبط.
نيجي بقى ايه نركب الكم التاني. برضو السبعة التكو دي مطرح الخياطة تحت الكتف كده، عوضينها كده. بصوا اما قست الباط مع حبة الجيرو الاتنين بيطلعوا نفس المقاس كده. كده خلاص الكمين. فاضل ايه الكولا. الكولا زي ما قلنا برضو هنعمل ايه في الكولا. هاخد مقاس الكولا همشيها كده 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 اهو، كده كده لغاية لما اجيب ايه مقاس الكولا على المقاس ده كده بالظبط. هروح عاملة ايه ماسكاها كده تانيها، اروح قافلاها كده مشيها ايه على المكتب بس كده، اروح قلباها واتنيها كده اهو. هي دي الكولا. هنيجي بقى في الكولا نعمل ايه. نمسك التيشيرت كده من عند الظهر، حاجة الحتة اللي فيها الخياطة دي مع الخياطة اللي في الجنب دي اللي هي خياطة الكتف، احط دي مع دي كده. ده من ظهر التيشيرت من ورا، من محدة الرقبة من ورا. اروح ماشيين كده بقى ايه واحدة واحدة. بالظبط جاية ايه مع بعضها كده. الحردة اهي من قدام. انا باجي هنا عشان تبقى خياطتي نضيفة بقى، اجي على القليه اروح واخداها كده ايه خطين عشان ينيم لي الحتة اللي ورا دي. هنيجي بقى فاضل لنا تاني الديل وتاني الكمام. نرجع المكنة التانية نتني الديل ونتني ديل التيشيرت. بص هنعمل ايه، هتنيها كده على قد صبع كده بالظبط، واروح ماشية كده على بتني. ابص على الخيالة بتاعت الديل عشان اتنيها على قدها بالظبط، عشان ما يبقاش فيها ايه حتت زيادة، يعني تبقى بص على الحرف كده. نتنى كده بص هشد ايه، اسوي الحتة كده واروح ماشية عليها، اسوي الحتة كده اهو. بص اما اشتغل على الخيالة بص الديل بيبقى طالع ازاي. الخيالة اللي هي ايه يعني، وانا بتني كده باين ان دي مجوز ودي مفرد، فانا الحقيقة مشغلة عليه. كده الديل خلاص. ناخد الكمام بقى.
برضه هنتنيه كده على قد تانية صبع كده. اظبطها كده. بس انا كده خلاص خلصت. انا عامله ايه، رافعه الابره لفوق من هنا كده من قدام، وراح ايه مرجعها لورا. الديل التاني، الكم التاني نتني برضو كده على قد ايه صبع كده، وارفع الابر لفوق وارفع الدواس واحطها تحت الدواس. والتيشيرت كده كله خلاص. هنيجي بقى هنا عند الكولا، عشان بص الكولا انا عاملاها اهي كده، بس لما تيجي تبان بقى من هنا بتلاقي دي مرفوعه كده، دي مرفوعه. فانا عشان دي ما تترفعش اخدها ابرتين على القليه وايه نايمها كده. هنبداها من هنا. نعمل ازاي كده؟ انا عملتها ايه قليه ابرتين.